صباح او مساء الورد على حسب توصول الذليل. اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه اي تو زد شريف ندى، برنامج لقطات ذهبيه من التاريخ الاسلامي. النهارده هنتكلم عن موقف حصل مع رسول الله، كان تحدي من عدو الاسلام الاول ابو جهل. في يوم سيدنا النبي كان واقف عند الكعبه وناوي ان هو يصلي. ابو جهل شافه وهو رايح يصلي، راح جاي قايل للناس: كيف تجدونه يعفر عن رأسه بينكم؟ يعني انتوا ازاي سايبينه يحط راسه كده بيسجد على الارض بينكم؟ والله لئن فعلها لأطؤن بقدمي على رأسه. يعني هو لو سجد تاني انا احط برجلي على دماغه. وحتى دعا الناس وقال لهم تعالوا واتفرجوا عليا وانا بدوس على دماغ محمد. وفعلا دعا الناس والناس اتلمت، وسيدنا محمد جاله واحد من ربنا قال له صلي، هو ابدا صلي ومالكش دعوه. وبالفعل سيدنا محمد بدا يصلي، الناس بدات تتفرج على سيدنا محمد وهو بيصلي، وان المفروض ابا الحكم اللي هو عمرو بن هشام اللي هو في الاسلام عندنا اسمه ابو جهل رايح علشان يدوس على دماغه. مره واحده لقوه وقف اتسمر بيبص له برعب وبدا يرجع لورا. الناس مستغربه: ايه يا عم ما تروح تدوس على راسه؟ قال لهم: لا والله لن افعل، انتوا لا تروا ما ارى. لو فعلا انا مش هدوس ومش همشي، انتوا مش شايفين اللي انا شايفه. وهنا الصحابه راحوا للنبي: هو ايه اللي حصل؟ الراجل ده كان جاي يدوس على دماغك. ما قال لهم: والله لو اقترب خطوه لسحبته الزبانيه. وهنا الايه نزلت فيه: فليدعو ناديه سندعو الزبانيه كلا لا تطاعه واسجد واقترب. اللي هو لو كان قرب خطوه كانت زبانيه جهنم جم خطفوه من مكانه. وهنا بتوضح عظمه الله وان محدش يقدر يتحداه على الارض. وبس كده يا سيدي. وفي اخر حلقه انتوا عارفين هتعملوا ايه، ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، ولو انتوا مش مشتركين في القناه انزلوا اشتركوا في القناه لان الكلام ده بيدعمني جدا. وبس كده يا سيدي، سلام.